أبو بكر الصديق رضي الله عنه يأخذ بطرف لسانه يملاساتشون شافان يزون برا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يملاساتشون شافان يزون هذا أوردني الموارد كتلاقي تفاتوش لاي ويبلا تلاقي تفاتوش يدار رجن هنا يالو راساتشون يوقسون برا أخرجه مالك في الموطأ وصححه الألباني في صحيح الترغيب وهو كما قلت فهو أوسع نافذة للهلاك لأن أكثر الخطايا تأتي عن طريقه يسوليوتن أدقا دا أدقا ميقالت أتشو ملاسنا نعم بزوهان سهتتوش ميفزموت باندبت كشرك شرك باندبت يكنابونا اردن أقزن يمتلك هنا ليستون هابستون يتينا تشجر اللبن تينا نملسولين باندبت نيولم تناقروا مالتنا كذلك يتلاقي بدع سوت باندبتاچ ይናገራሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚያስቆጣ የሆነ ዲናችን ጎደሎ መሆኑን የሚገልጽ የሆነ ቢድዓ በመላስ ይፈጸማል كذلك اللعن ሰዎችን ያለ አግባብ መርገም በመላስ ነው የሚፈጸመው والسب والشتم ያለ አግባብ ሰዎችን መሳደብ መተቸት ማብጠልጠል በመላስ ባንደበት ነው የሚፈጸመው واللغو واللعب የተለያየ እንቶፈንቶ ጨዋታ ዛዛታ በመላስ والمزاح قلد يتلاقي قلدوش والاستهزاء والسخرية ما فيز ما شوف مقلد بملاس سوتش يقلقلوتان والثرثرة والغيبة والنميمة سبحان الله نقر ما السابق حامد أنني يقولوا بملاس يميكستوناتشو وكثير مما يدار في المجالس والاستراحات من الكل والقال وتلاقي وتاوش لاي يتشكركرونا يتكناونوا يالو اللي هالا اللي تبالا اللي هالج اللي هالقات إيه كله بملاس يمكهال يهونو وانجلوش ناتشونا مالته ولو ميز عمل اللسان لوجد ثلثي عمل الإنسان منه إلى يسولي سرا بتر تدرجو باللي نورو خلص وستنياو كسراو مالتنا يملاس وكيتو يجنيا مالته يسولي سراو يمسراو سراو كله باتشي قالي تميز بالدرج باللي تليته لبتشا بيوتا لوجد ثلثي نعم لوجد ثلث عمل الإنسان لوجد ثلث عمل الإنسان كسولج كسراتو سراوج كل سوستنياو يملاس وتيتونو يغنيال مات ايه دغمو ይሄን የምንለው በተለያዩ ወሳኢል ኢዕላሞች ላይ የሚከናወኑት ተተል ማለት ነው በተለይ በወሳኢል ኢዕላም ላይ እንዲሁም ደግሞ በጋዜጣ በመጽሔት በተለያየ ቦታ ማለት ነው የተለያየ ሱብሃንአላህ ፉህሽ ተፈሁሽ ጽያፍ ነገሮች ሰዎች ሲናገሩ ተሰማለ والتعصب الصاخب لرأي فلان أو فريق فلان አንዱን ይደግፋል አንዱ ሌላኛውን ይደግፋል ሌላውን ዘረኝነት ስላጠቃው ሌላኛውን ሲያብጠለጥለውና ጥላሽ ሲቀባው ሲያጭረፈርፈው ዘርጥጦ ሲጥለው ተመለከታለ ያለ አግባብ ማለት ነው كل ذلك بسبب إرخاء العنان للسان في يد الشيطان نعم يملاسهن لقوامون لسيطان أسركبها الشيطان እንደፈለገ እያሽከረከረህ ነው ያለው ማለት ነው أي نعم يا الله ملكتني عليه الصلاة والسلام بارساتو تناغروا أبو هريرة يزجبوت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا أم مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة بلال عليه الصلاة والسلام أخرجه أبو داود وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود سوج عند بوتر يتكمتوا كذا آين نسمالوا يا الله ملكتني عليه الصلاة والسلام لا يذكرون الله فيه بذا بتكمتوا بيت مجلس لاي الله يلاستوسوا سيونو آين نسمالوا إلا قاموا أم مثل جيفة حمار أيوم لك يا ጥም በታቃላችሁ የሞተ የሆነ አህያ ጥም ይሄ የሚሸተው ልክ ከዛ እንደቆሙ ነው በዚህ ነው የተመሰለው ማለት ነው ያን እዛ ጋር ቆይተው እንደተነሱ ነው ብለዋል وكان لهم حسرة ያ መጅሊሳቸው ለነሱ ጸጸት ነው የሚሆነው ወደፊት ይላሉ የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ኢዘን ማንኛውም ቦታ ላይ ሰዎች ሲቀመጡ ወሰለ ለኢዕላም ላይ ሊሆን ይችላል በማንኛውም ቦታ ላይ ሱብሃንአላህ ምላሳቸውን መቆጣጠር አለባቸው ሰዎች ማለት ነው ብዙ ነገር እየተረጨ ያለው ብዙ ወንጀል እየተሰራ ያለው በምላስ የምላስ ውጤት ነውና ማለት ነው የምላስ ውጤት ነው أما علم هؤلاء بأن أنفسهم معدودة بذه
ወንጀል ላይ የተሰማሩ የሆኑ ሰዎች አንፋሶቻቸው ትንፋሾቻቸው እየተቆጠሩ መሆናቸውን አያውቁምን? ومراقبة من لدن العليم الخبير واستواقي كهونو جتاچن الله عز وجل زين مراقبة يتقططراچو مهونن ايرد منه كما قال تعالى ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد حتى الارض التي تمشي عليها لتسجل عليك ما يقع منك على ظهرها كما قال تعالى يومئذ تحدث اخبارها متكساقسبات የሆነችው ምድር እቺ የምትጓዝባት የሆነችው ምድር በሷ ላይ የሚከሰተው ነገር ትጽፋለች ትይዛለች يوم القيامه ትናገራለች يومئذ تحدث اخبارها ምድር እሷ ላይ የተፈጸመ ነገር የቂያማ ቀን ትናገራለች የምትጓዝባት መሬት يوم القيامه ትመሰክርብሃለች ይሄን ወንጀል ሰርቶብኛል ይሄንን አድርጓል خير ስራም ከሆነ ትመሰክራለች ሸርም ስራ ከሆነ እንዲሁ ታስቀምጣለች ምድር ማለት ነው በብዙ ነገር የተከበበን ማለት ነው አንደኛ አላህ عز وجل እየተከታተለን ነው ሁለተኛ መላእክቶች አሉ መላእክቶች ሱሑፍ አለ አጀንዳ አለ የሥራ መዝገብ አለ ያን ይዘው እየከተቡ ነው ያሉት የሰውነታችን ክፍል ይመሰክርብናል ተጨማሪ ምድር ራሷ ትመሰክርብናለች ማለት ነው ሱብሃንአላህ ابن عباس እንደሚሉት كل ما تكلم به من خير او شر የሰው ልጅ የሚናገረው ንግግር ኸይርም ይሁን ክፉ حتى انه لا يكتب قوله اكلت وشربت ይላል በላሁ ጠጣሁ የሚለው ሁሉ ይከተባል መላእክቶች ይከተቡታል አለ ذهبت جئت ሄርኩኝ መጣሁኝ የሚለው رايت አየሁኝ የሚለው ሁሉ ይከተባል አሉ حتى اذا كان يوم الخميس عرض قوله وعمله يوم الخميس ሲመጣ ግን ድርጊቱና ንግግሩ ይቀርባል فاقر منه ما كان فيه او فاقر منه ما كان فيه من خير او شر والقي سائره كذا خيرنا شر ብቻ እንዲጽድቅ ይደረጋል ሌላኛው ግን በላው ጠጣው ሄርኩ መጣው አየሁ ምናምን የሚለው ይሄ እንዳለ ይጣላል ግን መጀመሪያ ይከተባል ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد የሚለውን የቁርአን አንቀጽ ያብራሩ ማለት ነው كما قال تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب شرنا خيرنا شر ብቻ ይቀራል ሌላው ይታበሳል ብለዋል የሰው ልጅ سبحان الله اكثر اخطاء بني ادم من لسانه ብዙ ስህተቶች የሚፈጸሙት ከአንደበት ነው ምክንያቱም عمل الانسان بلا حدود የምላስ ስራ ገደብ የለውም ይባላል የምላስ ስራ ገደብ የለውም لا يتقيد بزمان او مكان او حال በዘመን አይገደብም በቦታ አይገደብም በሁኔታዎች بل في كل الامكنه والازمنه ማንኛውም ቦታ ላይና ማንኛውም ጊዜ ላይ ተግባራዊ የምታደርገው ነገር ስለሆነ ማለት ነው والاحوال هو عمل لا يفطر በምላስ የሚሰሩ ስራዎች سبحان الله የማይሰላች የሆነ ተግባር ነው ምላስ አይሰላችም في نور سواء في نور برهان አለበት ቦታ ላይ ቁጭ ብለህም ይሁን او ظلمه ጨለማ ውስጥ ቁጭ ብለህ او كنت قاعدا ቁጭ ብለህም ይሁን او قائما ቁመህም ይሁን او مسافرا ጉዞ ላይ ያለህ او مقيما ሀገር ላይ ያለህ ቤትህ ያለህ